لو حلفتلك ان الجمال ده كله من 3 بيضات بس وكوبايتين دقيق طبعا مش هتصدقي. هنطلع منهم النهارده 12 قطعة جاتوه بالشوكولاتة حجم جامبو زي ما انتم شايفين. حجم جامبو استحالة لو حد قال ان الحجم الجاتوه ده يكون موجود في المحلات، لان طبعا احنا النهارده هنطلع الجاتوه ده اعلى من ارتفاع تورت المحلات. يعني لو انت شغاله اونلاين تقدري تضيفي صنف جديد للمنيو بتاعك، تطلعي على اساس ان هو تورته، على اساس ان هو جاتوه، شغال معاكي لكل المناسبات. لو انت بتشوفيني لاول مره، اسمي رشا النشاوي، دي قناتي. يا ريت لو انت ما اشتركتيش في القناه تفعلي زر الجرس على كلمه الكل، وكمان تعملي لايك وشاركي الفيديو عشان يوصل لكل الناس والكل كمان يستفيد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا في المقادير. معانا 300 جرام اسبونج جاهز بالفانيليا، ومعايا كمان 3 بيضات، ومعايا ميه متلجه خارجه من الفريزر، ومعايا كمان محسن جل خارج من الفريزر، وفضلت العجان واحط اكتر فيه 3 بيضات واحده واحده بالشكل ده، وبعدين احط عليهم ذره الفانيليا، وبعدين احط عليهم نص معلقه محسن جل، واحط عليهم تلت كوبايه ميه. الميه زي ما قلت لكم كل مره، وباكد ان الميه خارجه من الفريزر، واضيف عليهم كوبايتين الدقيق اللي هم 300 جرام اسبونج جاهز بالفانيليا، واضربه في العجان مده لا تقل عن 5 دقائق ولا تزيد عن 7 دقائق. جبت هنا صينيه او ممكن تجيبي حله، مفيش اي مشكله، بس يكون مقاسها 26. جبت ورقه زبده وقطعتها وحطيتها في قاع الصينيه بالشكل ده، وبعدين جبت قطعه زبده من التلاجة وغلفت بقى جوانب الصينيه بالشكل ده. ده قوام الاسفنج يا جماعه. بعد ما اتضرب لازم المقدار بتاعه يكون الضعيف 3 مرات في بولة العجان. القوام بتاعه بيكون لونه فاتح، اللون فاتح، ويكون قوامه هش ولونه كريمي. طبعا يكون مش بينزل من الزباتيول، مش يكون سايل اطلاقا، لازم يكون متماسك بالشكل ده. هنا خلاص ضفته بالشكل ده، وبعد كده همشي في الخل عشان يخلي مسام الكيك ضيقه، وادخل على الفرن سابق التسخين على حراره من 180 ل 200 حسب حراره فرنك هياخد معاكي بالظبط لا يقل عن 35 دقيقه ولا يزيد عن 45 دقيقه، طبعا برضو حسب حراره الفرن. هيختبر بالخله بالشكل ده، ونغطيه بفوطه مخصصه للكيك، ونسيبه لما يبات تاني يوم او بعد ما يبرد نبدا نشتغل في باقي المقادير. معايا هنا 250 جرام كريم شانتيه بدون سكر، وهنحط عليهم كمان 30 جرام سكر حبيبات، وهنحط عليهم كمان هنا من كوبايه لكوبايتين ميه متلجه من الفريزر، وهنسيب الباستري كريم في جنب زي ما انا قلت لكم كده يا جماعه، زي ما شاورت لكم ان الباستري كريم هنسيبه في جنب، وهقول لك ليه دلوقتي. طبعا انا هنا الميه هنا الجاتوه ده كان طالع يا جماعه في عز الحر، فانا الميه طبعا مقدار الميه انا مقللاه، لازم تعملي مقدار الميه من دماغك او حسب الكريمه عندك، ما تاخديش مقدار حد في الميه لان كل حد غير التاني. انا هنا في الشتاء هستخدم نفس نوع الكريمه، بس هزود مقدار الميه اقل من اكتر من كده، انا اسفه، وكمان هخلي مقدار الكريم شانتيه اقل من كده، يعني هزود مقدار الميه واقلل مقدار الكريم شانتيه. الكلام ده لو في الشتاء، لكن انا هنا في عز الحر. جبت الاسبونج بالشكل ده، طبعا كنت غلفته بستريتش راب ودخلته الثلاجه، وابدا اشيل اللي في ارضيه اللي في قاع الكيك واللي على الوش بالشكل ده، وظبطت المنشار هنا على رقم 8. وشايفين يا جماعه الاسبونج عامل ازاي؟ الاسبونج هنا ما شاء الله مسامه ضيقه جدا زي ما انتم شايفين. طبعا عقبال واقف جنبي بقول له لا ابعد، يعني غسل ايدك، يقول لي لا ايدي نظيفه، ووريني ايديه، لان احنا كنت واخده هنا الجاتوه ده واخداه زياره لاختي، فكان واقف جنبي بقى عشان مجرد ما اخلصه هيجي معانا بقى وهنروح وكده، فعلشان كده واقف جنبي. انا مش بحب حد يقف جنبي صراحه وانا شغاله. جبت هنا انا قسمت نص مقدار الكريم شانتيه واخدته في جنب، وسبت، وبعد ما قسمته اخدت الباستري كريم حطيته في قلب العجان على باقي الكريم شانتيه. يا رب تكون النقطه دي واضحه لكم. جبت بعد كده بقى هنا بورد مقاسه 30 في 30، حطيت كده معلقه كريم شانتيه تحت اول ديسك، وبين كل طبقه والتانيه حطيت هنا الكريم شانتيه، وبعد كده حطيت عليه كمان معلقتين جناش. الجناش انا عملته قبل كده، اللي حابب اللينك يسيب لي في التعليقات وانا ان شاء الله انزل لكم، لان الجناش ده كنت عاملاه اقتصادي، كان بالميه والشوكولاته بس. بعد كده بقى هنا هتعامل مع الجاتوه هنا معامله التورته بالظبط. فرق هنا بينه وبين التورته ان التورته بتكون 3 طبقات، مع العلم يا جماعه ان ارتفاع تورته المحلات بيكون 3 ديسكات بس بيكون طبعا السمك مش كده خالص، بيكون اقل من كده بكتير. هنا بقى اتعاملت معاها زي معامله الكيك زي ما قلت لكم، او معامله التورته، وحطيت عليها طبقه بسيطه جدا من الكريم شانتيه. وبعد كده هنا جبت باقي الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين، علشان انا بقى اعمل كريمه شوكولاته. حطيت هنا معلقتين كبار جناش، وحطيت عليهم كمان معلقتين كبار كاكاو خام اسباني. لازم الكاكاو يا جماعه يتاخد زي ما انتم شايفين. في الحاله دي بعد ما ضربته انا حطيت كمان على الكريم شانتيه نقطه لون بني ونقطه لون اسود علشان يغمق لون الكريمه. بس الكريمه هنا مش هتغمق يا جماعه غير لما الجاتوه يدخل التلاجة، يعني الكريم شانتيه يتخمر وهو على الجاتوه. هتشوفوا دلوقتي لون الكريم شانتيه وهو خارج، لان المفروض كنت سبته يتخمر قبل ما اجلس بيه، بس يعني هو اخد اللون
بعد ما ضفته، بعد ما دخلته التلاجة او الفريزر. حطيت انا بقى الكريم شانتيه على على الكيك بالشكل ده، وبعد كده هتعامل معاها برضو زي ما قلت لكم معامله التورته بالظبط، وهجلسها بالشكل ده. وبعد كده عشان اظبط الشرب اتش اسحب من بره لجوه. الجاتوه ده طبعا يا جماعه يعني كويس جدا وسهل جدا للمبتدئين اللي مش عارفين يطلعوا تورت مرتفعه، يعني كويس وجميل جدا بصراحه. هنا بقى انا هنا بظبط وبلمع او بنعم الكريم شانتيه بواسطه الاسباتيول او السكلافر، بحطه في الميه وبظبطه بالشكل ده. هنا بقى لازم تمسحي البورد من اي سوائل او اي فتافيت عليه. وهنا بقى لازم فرق بين التورته يا جماعه والجاتوه، لازم ندخل الجاتوه ده الفريزر مده لا تقل عن ساعه. هنا بقى لما اخلص اسيبه في الفريزر حوالي عن ساعه. جبت اي اشكال مولدات سيليكون عندك، انا ده كان شكله كنت جايباه جديد، فبدات ان انا احط سيحت شوكولاته على حمام بخار. انا هنا بس بحب استخدم شوكولاته بالحليب، انا بستخدم شوكولاته فيينا. شايفين طلعت من التلاجة يا جماعة من الفريزر اللون اغماء. لا كنت انا ضايفة الوان على الكريم شانتيه زي ما قلت لكم، نقطة لون بني ونقطة لون اسود، وبصوا يعني نقطة كمان لون احمر عشان يديكي حمار الكريم شانتيه بالشكل ده. طبعا انا عملته كتير قبل كده على القناة وعلى الصفحة عندي في تورت كتير، وكمان في جاتوهات، وان شاء الله اسيب لكم اللينك لو انتم حابين. هنا بقى اللي انا حطيته ده يا جماعه كان جيلو شفاف على البارد. جيلو شفاف على البارد بيجي من مستلزمات الحلواني، الكيس ده بيكون نص كيلو. وبعد كده بعد ما فردته بالشكل ده كده على الجاتوه، جبت بقى ده جناش شوكولاته او ممكن جيلو شوكولاته او اي حاجه انت حابه تشبحي بيها عشان اطلع اللمعه والتشبيحه دي. جبت كده على طرف الاسباتيول جزء بسيط جدا من الجناش بالشكل ده، وبدات احطه بشكل عشوائي عشان يديني الشكل الجميل ده. هنا بقى لو انت حابه لسه مبتدئه وحابه تقطعي الجاتوه ويظبط معاكي ده يا جماعه، قطعت التشيز كيك اللي انا جبتها عشان اعمل تشيز كيك وما عملت الصراحه واستخدمتها للجاتوه، فده بيسهل عليكي ان انت تقطعي الجاتوه بكل سهوله. في ناحيه بيكون فيها 12 وناحيه بتكون مكتوب عليها 10، انا هنا ظبطت من الناحيه اللي عليها 12. لازم هنا بقى لازم وحتما ولا بد النقطه المهمه لازم تتبعيها، هي ان انت تجيبي ميه سخنه بتغلي تنزلي فيها السكينه بتاعتك او الطرنش اللي انت بتقطعي بيه، وبين كل مره والتانيه لازم تمسحي السكينه من الميه وتقطعي بيها، وبعدين تنزليها تاني في الميه وترجعي تمسحيها قبل ما تقطعي بيها الجاتوه. بين كل تقطيعه والتانيه لازم تعملي كده. لو تلاحظي هنا ان الطرنش او السكينه بتاعتي خارجه من غير اي فتافيت كيك او من غير كمان اي كريم شانتيه، ده لان السكينه سخنه. ممكن كمان تسخنيها على النار، يعني لو هو السكينه ما كانتش سخنه كان هيطلع معايا السكينه وهي خارجه بقطعه من الكيك او بجزء من الكريم شانتيه. هنا بقى التزيين براحتك زي ما انت عايزه. انا جبت هنا بقى الاشكال اللي انا عملتها في مولدات السيليكون وبدات احط على واحده وواحده الاقي بالشكل ده وبدات ان انا ارص كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده جبت كريسبي، كنت ناوي صراحه ان انا احط كريسبي شوكولاته اللي هو المالتيزر، بس ما لقيتش عندي، فلقيت الكريسبي اللي لونه نبيتي ده او لونه احمر غامق كان سواريه صراحه، يعني ودى الجاتوه في حته تانيه خالص. طبعا دي بتكون اذواق، ممكن تطلعيه انت كمان احلى مني بكتير. بعد ما حطيت بالشكل ده لقيت كمان ان يعني لسه حاجه ناقصه، فجبت برضو كريسبي صغير وحطيته مع الكريسبي الكبير بالشكل ده. الوصفة يا جماعة سهلة وبسيطة جدا. لو انت عندك اي استفسار سيبيلي في التعليقات وانا ان شاء الله ارد عليكي. ويا ريت اللي وصلت معايا لحد هنا واستفادت لو بمعلومة بسيطة جدا من الفيديو تعمل لايك وشير الفيديو وتشارك لاصحابها عشان الكل يستفيد من الوصفة، وكمان تصلي على النبي في التعليقات وتديني دعوة جميلة منها كده علشان تديني طاقة ان انا اكمل، لان صراحة تعليقاتكم بتفرحني جدا. اهم شيء ما تنساش اللايك على الفيديو، لان اللايك يا جماعة هو اللي بيرفع الفيديو، هو اللي بيعوضني صراحة عن التعب اللي بنشوفه اثناء التصوير. وكده خلاص يا جماعه انا لازم هنا ادخلها في كرتونه مقاسه 30 في 30، المفروض تتحط في كرتونه من بتاعه الجاتوه، بس طبعا بما انها ان هي مرتفع ما شاء الله اللهم بارك، فاضطريت ان انا احطها في كرتون التورته. شايفين يا جماعه لمعه الجاتوه، شايفين يا جماعه الارتفاع، شايفين بحركه يمين وشمال ما فيش اي حاجه بتقع مع اني عاملاها في عز الحر، يعني ما شاء الله اللهم بارك. الوصفه ما فيش فيها ولا غلطه. وإن شاء الله نتقابل بفيديو جديد. كانت معكم رشا النشاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.